هنعمل النهاردة مع بعض ديكور سهل من رول المناديل. معانا بقى أول حاجة رول المناديل، هبدأ أتنيها من الجنب، وبعد كده هجيب المسطرة واخد من كل 1 سنتي، هعلم واشد خط كده عشان دي كل واحد تبقى 1 سنتي، هعمل كده في كل الرول اللي معايا. هنعمل كده زي ما عملت بالظبط وهكمل الباقي وارجع لكم تاني زي ما انا عملتها كده، وهنبدأ برضو نعمل كده في كل الرولات زي ما انا عملت، وبعد كده هنبدأ نقص كل واحدة عند الخط اللي احنا عملناه. انا كده قصيت كله، هنبدأ بقى نعمل الوردة بتاعتنا. هاتني واحدة تكون الطرفين قد بعض وهلزقها كده من النص كده، وهقوم رايحة هعمل زي ما انتوا شايفين كده، واقوم رايحة جايبة واحدة تانية والزق التانية دي فيها، وهعمل 5 قطع من كل شكل اللي انا عملته في الاول. اهم دول كلهم زي ما انا عملتهم كده، عملت 5 قطع زي ما انا قلت برضو، وهبدأ ألزقهم في بعض بالشكل ده كده، هلزق كل واحدة في التانية. وبعد كده هلزق بقى آخر واحدة فيها، لازم أتأكد انها اتلزقت كويس عشان متفكش مني، ولازم أحاول أداري الشمع اللي حواليها. وبعد كده هلزق الطرفين في بعض لحد ما تكون معايا شكل الوردة. طبعا احنا كده لسه مخلصناش، هنعمل بقى باقي الزينة، هنقوم رايحين نعمل كده زي ما عملنا في الأول، بس هنعمل بقى ايه 2 هنتنيهم في بعض، وبعد كده هلزقهم في بعض، هتنيهم وبعد كده هلزقهم بالشكل ده كده. هعمل كده على حسب الوردة، والوردة تاخد كام من الرول ديتي انا حسبتها، وده اللي بقى معايا. هلزق اخر واحدة كده، وبعد كده ننتقل للخطوة اللي بعدها، ان احنا نلزق اللي احنا عملناهم دول في الوردة بس بالطريقة دي كده، واحاول بقى اظبطها واداري الشمع اللي حواليها. هلزق كده اخر واحدة، وبعد كده اكيد مش هسيبها كده، لازم ازينها بس بخرزة صغنطوطة، هي اصلا شكلها حلو. وكان في واحدة تانية بصراحة الاتنين شكلهم اجمل من بعض.